السلام اللي فيه جسبة كامل انكم بخير. اليوم حنشارك معكم وصفة سريعة وسهلة وايضا بنتها ما نحكي لكمش. هذه الوصفة حتحضروها في وقت قياسي. راح نحط شوية ماء يغلي، راح نزيد له ملعقة ونص تاع كبيرة تاع زيت، ونحط له ملعقة صغيرة تاع ملح، وحندير اي نوع من العجائن، يعني كاين اشكال وانواع. راح ندير كما نقولوها شوية ما تكرطش، وايضا حساب الكمية. لا عشتو في بزاف ديري باكي كامل. راح نسحق الثوم نربي 3 فصوص تاع ثوم، والثوم هو اللي راح يزيد لها بالنعناع بنان. ندير شويه زيت مع شويه صوص تاع ثوم، وايضا نستعمل في التحريك. راح ندير ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، وايضا نكمل نحرك ونخلط كلش مع بعضه. به طماطم كي تستقلي مع الثوم راح تمد لي واحد البنه روعه يا البنات، سورتو اللي جرب الوصفه هذه على بالي راح يولي مدمن عليها. نخلطوا كلش مع بعضها، وايضا راح نزيد حبه طماطم صغيره، وايضا نستعمر في التحريك. والسر تاع الماكله تاعكم لازم عليكم تقليوها مليح، توجور نقولكم. ومن بعد راح نبدا ندير التوابل. حندير ملعقه صغيره تاع ملح، ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، وملعقه صغيره تاع توابل الشاورما، وراح نزيدو ملعقه صغيره تاع فلفل احمر. كاين اللي يحب الحار وكاين اللي يحب الحلو، كل واحد وش ياكل. لا تحبوا الحلو ديروا ملعقه صغيره تاع فلفل يعني حلو، ولا حابين الحار ديروا الحار. ونستعمل في التحريك مليح مليح. هذه الخطوه راهي مهمه جدا، باسكو كاين اللي معاه يحط الطماطم والمكونات هذو ثم يبدا يمرق. نخلي عليها بعقلها، نقص النار ونخلي عليها تتقلي لي مليح. ومن بعدك نبدا نمرق. من بعد كي نبدا نمرق ما نكثرش الماء، ندير قيس ونخلي عليها او ميم طون هي طيب لي المقوله تاعي. نطيبها نص طيب، ما نطيبوهاش مليح باسكو اللي حنعاود نحطوها في المرقه هذيك وراح طيب لنا يسمى شغل تولي تتعجن وتتحل. طيبوها نص طياب برك، ومن بعد كنصافيوها من الماء هذاك ونحطوها في المرقه اللي كنا درناها. كما قلت لكم عندكم طيبوها مليح باسكو بعد تولي تحل لكم وتولي تتعجن. تسمى طيبوها نص طياب هذاك هو مع الطيب في المرقه تاعها، تولي يعني مليحه وتجيكم هايله. ومن بعد كنقص على الغاز ونخلي عليها الطيب لي وتتشرب لي ديك المرقه. وحندير الفورماج ارابي اي نوعيه ما فين تستخدموها. وايضا حنجيب كريمه السائله تاع الطبخ، حنزيدها من الفوق، ومن بعد راح نزيد الفورماج. وما تنساوش تكون النار يعني ناقصه. وديروا الكريمه وديروا فوقها يعني اي نوعيه تاع الجبن، المهم يكون مبشور. ولا يعني كان ما عندكمش جبن مبشور كيما هكذا، ديروا المهم اي جبن متوفر عندكم. شوفوا ديك لاصوص راهي جات واحد البنه ما نحكي لكمش، جات روعه ما شاء الله. يعني هذه الوصفه سهله وسريعه وبصحتكم. الى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساوش جمال الفيديو وتابعوني وقناتي وتبارطاجيو لي فيديو تاعي مع صحاباتكم المبتدئين. الى اللقاء في فيديو اخر.